أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم والعن عدوهم وانصر ولدهم مقتداهم يا محمد يا علي يا مهدي انصرنا. تدارك لأمر ذكرناه في الأمس، وهو حول حدود الصلاة. أنا ذكرت كم العدد؟ 10,000. هو 4,000 الصحيح، فهذا صار سهوا أيضا نصلحه على مود يطلع في التسجيل، لأنه راجعت الرواية، والرواية لطيفة جدا، أقرأها عليكم كاملة. الرواية يرويها أبو الفتح الكراجكي صاحب كنز الفوائد، هذا من علماء الإمامية بالقرن الرابع الهجري، يعني متوفي تقريبا 440 هجرية، من فقهاء الشيعة، كان رجل فقيه وعالم بالنحو وعالم بالأدب بالشعر وبالطب، وترجم له حتى بعض أبناء العامة، يعني من قبيل الذهبي والصفدي ترجموا لهذا الرجل. المهم، الرواية في كنز الفوائد قال هذا رزام في وقت المنصور الدوانيقي سأل الإمام الصادق عليه السلام، طبعا في مجلس الرواية تروى في مجلس المنصور، سأل الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال أخبرني عن الصلاة وحدودها، فقال له الصادق عليه السلام للصلاة 4,000 حد، 4,000 حد. فقال أخبرني بما لا يحل تركه ولا تتم الصلاة إلا به. الإمام راح يعطي يعني فد إشارات إلهية، ما هي حدود الصلاة، من ضمنها هاي 4,000 حد شنو؟ راح يعطي كأنه أمثلة إلها. لا، قال أخبرني بما لا تحل تركه ولا تتم الصلاة إلا به. فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تتم الصلاة إلا لذي طهر سابغ. هذا أول واحد، دائما طهارة صحيحة، وتمام بالغ غير نازغ، النزغ هاي من صفات الشيطان، ولا زائغ. شوف هاي صفات كلها على مود تنقبل الصلاة، هاي الحدود. فوقف وأخبت فثبت، فهو واقف بين اليأس والطمع والصبر والجزع، كان الوعد له صنع والوعيد به وقع بذل عرضه وتمثل غرضه، وبذل الله بمهجته، وتنكب إليه غير المحجة غير مرتغم. الرغام هذا الذليل، مو يقول أرغم أنف الشيطان. غير مرتغم يقطع علائق الاهتمام، يعين من له قصد وإليه وفد ومنه استرفد، فإذا أتى بذلك كانت هي الصلاة التي أمر بها أو أمر بها وعنها أخبر، وإنها هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. احنا بعد كل واحد ينظر، أنا جاي أصلي هذني عندي لو ما عندي، حتى تكون حدود الصلاة، لأنه لا تتم الصلاة إلا بحدودها. هاي الصلاة لا تتم، ماذا يراد بها؟ يراد بها الكمال، المقبولية اللي احنا تكلمنا عنها. إن شاء الله اليوم ندخل في المسائل للسيد الشهيد قدست نفسه الطاهرة.
وفي كتاب الصلاة عنونها المصنف بمقصد، وبدأ بأعداد الفرائض والنوافل والمواقيت وجملة من أحكامها. طبعا احنا راح نذكر انه المسائل تقريبا الابتدائية او المهمة، ليس على نحو التفصيل مسألة لأن هذا يراد له وقت، واحنا وقتنا محدود يعني يومين فقط في الأسبوع. على العموم الصلاة المفروضة في أصل الشريعة 7، بعضهم قال 6، بعضهم قال 9. هذا الاختلاف مو معناتها لا يقول بالصلوات الأخرى، لا، بالتقسيم. هذا نتكلم عن التقسيم، يعني بعضهم قسمها إلى 7، بعضهم قسمها إلى 6، بعضهم قسمها إلى 9. السبب شنو الاختلاف بالعدد هذا؟ مثلا بعضهم لم يذكر الجمعة، لم يذكر صلاة الجمعة باعتبار أنه عنده غير واجبة في عصر الغيبة الكبرى. بعضهم ذكر صلاة الآيات ما فصل، بعضهم ايش ذكر؟ مثلا ذكر الخسوف، صلاة الخسوف سماها، وصلاة الكسوف، صار 2. واحد لا قال صلاة الآيات دمجهن، واضح؟ بعضهم قال خسوف كسوف زلزلة، واحد قال صلاة الآيات، يعني 3 دخلن وين؟ بالآيات. فالمهم السيد قدس الله سره ايش قد عنده بالتقسيم؟ 7. طبعا هذا إجمالا، لذلك المصنف قال إجمالا. إذا تقرون في بداية المسائل قال إجمالا. يجي واحد يقول يعني ليش ما إجمالا؟ يعني هي ما محددة الصلاة؟ لا محددة، لكن لأنه اختلاف في التقسيم قال إجمالا. طبعا من الصلاة الواجبة اليومية، لاحظ السيد الشهيد قدس الله سره أدرج صلاة الجمعة ضمن الصلاة اليومية، ذكر صلاة الجمعة من ضمن الصلاة اليومية. زين، ثم قال، هاي شوية تلتفتوا لها، ثم قال إن المكلف مخير بين إقامتها وصلاة الظهر يوم الجمعة. هاي من المسائل اللي وقع فيها البعض وبإشكال وما حلها، على مود أحلها لكم. طبعا احنا اشهدنا صلاة الجمعة واجب، يجي هذا المكلف مثل سيد سعد، اجى قرأ السيد يقول الجمعة من ضمن الصلاة الواجبة، ولكن المكلف يعني من قال صلاة اليومية، مو الصبح الظهر الكذا من ضمنها الجمعة، لا الجمعة. فايش قال؟ قال المكلف مخير بين إقامتها وصلاة الظهر يوم الجمعة. زين، هي لا واجبة، ليش مخير؟ هنا يا إخوان السيد قدس الله سره ذكر رأي المشهور. عندنا في صلاة الجمعة تقريبا 3 آراء، هاي المشهورة 3، وربما يضاف لها رأي رابع، بس لكن هو المشهور بالآراء 3. رأي قالوا بالحرمة، رأي قال بحرمة إقامتها في عصر الغيبة، لأنها من مختصات المعصوم. إذا وجد المعصوم، طبعا فسروا الإمام السلطان العادل، احنا بالروايات إنما تجب بوجود السلطان العادل أو الإمام العادل. إيش فسروا السلطان العادل والإمام العادل؟ المعصوم. فقالوا إذا معصوم ما موجود، إذا تحرم إقامتها. هذا رأي طبعا المعاصرين لا يقولون به. رأي هو هذا المشهور، أنه التخيير بين إقامة الجمعة وبين الظهر، والظهر أفضل. هذا ما عليه مشهور المعاصرين الآن، ما عدا السيد الشهيد. السيد الشهيد قدس الله سره، هذا الرأي الثالث، ذهب إلى التعيين، لأنه يقول بالولاية، فذهب إلى التعيين. إذا وجد الشرطان تعينت أو وجبت تعيينا. الشرطين شنو؟ وجود العدد والإمام العادل.
يعني فسروا الإمام العادل الشخص الذي تتوفر فيه العدالة إذا ووجد العدد اللي هو الخمسة فتجب صلاة الجمعة. إذن لما يقول المكلف مخير بين إقامة الجمعة وصلاة الظهر، هذا يا رأي، هذا رأي المشهور مو رأي السيد، على مود تنحل المسألة على العموم. هذا الأمر الأول. زين. الثاني الواجب من الصلوات صلاة الطواف. هاي صلاة الطواف بعد في موسم الحج أو العمرة، يعني هذا واجب صلوات الطواف. يعني هاي الركعتين اللي يصليها المعتمر أو الحاج خلف مقام إبراهيم سلام الله عليه، هذه واجبة بالحج طبعا، ولها وقت مدة معينة، يعني تقريبا ما تتجاوز 10 دقائق أو أقل. يعني إذا فاتت لازم تعيد شنو؟ تعيد الطواف. أي على العموم. الثالثة صلاة الآيات. طبعا قلنا أنه بعضهم قال صلاة الآيات ايش دخل بها؟ عفوا، أنه ذكر الزلزلة، الخسوف، الكسوف، السيد جمعها بمن؟ بالآيات، صلاة الآيات. أنا جاي أعدل مختصرا تفاصيل كل من في محله. بعد صلاة ما التزم به من نذر ونحوه، هاي هم تصير واجبة، يعني لله علي نذر إن قضيت مثلا إن وفقنا الله لصلاة الجماعة أصوم يوما أو يومين، عفوا أصلي كذا ركعة، هذا شو يصير؟ تصير الصلاة واجبة. بعد صلاة العيدين، هاي من اليومية. طبعا صلاة العيدين مستحبة في عصر الغيبة، هذه استثناء بمورد خاص أنه مستحبة في العصر الغيبة غير واجبة. نعم، بوجود الإمام المعصوم تكون واجبة. بعد صلاة القضاء عما فات عن المتوفى على الولد الأكبر، طبعا هاي خصوصية. بعضهم مثلا يقول لك انه عنده اولاد من يقضى عنه، شلون بنات. اخوان، هذا الولد الاكبر يجب عليه قضاء الصلاة عن الوالد اذا كان في ذمته صلاة، لكن يجوز غيره يقضيها، ابن ثاني، جيران، عمه، خاله، امرأة، يجوز ماكو مشكلة. لكن الابن الاكبر متعلق بالوجوب، واضح؟ يعني يبقى متعلق الوجوب به إلى أن يقضي عنه آخر أو هو يقضي. هاي ربما أنه يسأل بعضهم يستشكل، يقول والله ليش على الولد الأكبر؟ شنو ذنب هذا الولد الأكبر؟ ذنبه أنه هذا يأخذ الحبوة. مو سامعين بالحبوة؟ الحبوة الأغراض الخاصة بالمتوفي، يعني مثلا ساعة، محبس، مثلا فرس خاصة به، سيارة اليوم، بهذا اليوم سيارة خاصة، مكتبة خاصة، يعني المهم اكو شيء خاص، سلاح خاص به، هذا اللي هاي يسموها الحبوة. يعني هذا امر خاص بمن؟ للولد الاكبر، يعني ما ياخذون ورثة، مو من حقهم يداعون به. زين، اذا شنو نعطيك اياها مذني؟ قال له ولا تروح تصلي على ابوك. زين، اذا هو ابوك شو ما عايله يسقط؟ هم ما يسقط على كل حال. المهم هذا الصلوات التعداد مالتها. زين، فاليوميه 5: الصبح واضحه، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. زين، بالسفر تقصر الرباعية فقط. بالسفر تقصر الرباعية فقط. صلاة المغرب شو تصير؟ ما تصير ركعة ونص؟ ما تصير، فقط الرباعية، فقط الرباعية. هاي هم تلتفتوا لها إن شاء الله. زين، النوافل يسموها الرواتب اليومية، النوافل كثيرة. لا صار وقت الشغل. إذا صارت عفوا النوافل يسموها الرواتب. ليش؟ لأنه مترتبة على الصلاة، يعني لا تصح النوافل إلا بدخول وقت الصلاة. من يدخل وقت الصلاة؟
بعض النوافل قبل الصلاة وبعض النوافل بعد الصلاة الواجبة. اللي قبل الصلاة مثلا صلاة الصبح، مثلا صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب بعد الصلاة 4 ركعات، صلاة العشاء نافلة العشاء بعد العشاء 2 من جلوس. واضح؟ زين. ايش عندنا بعد؟ نافلة الليل. نافلة الليل 8 ركعات. طبعا النوافل كلها تكون ركعتان ركعتين كصلاة الصبح. يجوز من جلوس، راح تجي احكامها. يعني انا وانا جالس يجوز اصلي النوافل المستحبات، كل المستحبات طبعا اليومية وغير اليومية، يعني في شهر رمضان كل مستحب يجوز الصلاة من جلوس. عند السيد قدس الله سره استحباب أن يحسب الركعة بركعتين، استحباب. مثلا 2 النمو تصلي 4 استحباب، ولكن واجب لا مو واجب على العموم. زين. فصلاة الليل 8 صلاة الليل. وعندنا بعد 2 الشفع وركعة الوتر. شوف التسميات، يعني صلاة الليل نعم من ضمنها الشفع والوتر، ولكن هي صلاة الليل بالأصل 8. هاي اللي هي 8 ركع، بعدين الشفع وبعدين الوتر. زين. قال وفي يوم الجمعة، هاي مسألة انتبه لي شوية. قال قدس سره وفي يوم الجمعة يزداد على 16 وهي نوافل الظهرين. يعني نافلة الظهر 8 ونافلة العصر 8. لأن 16 يزيد. شو يزيد؟ قال وفي يوم الجمعة يزاد على 16 وهي نوافل الظهرين 4 ركعات قبل الزوال. هذه شلون؟ 4. احنا ايش قلنا؟ قلنا النافلة لا تصح إلا بدخول وقت الفريضة. هنا قدس الله سره ماذا قال؟ قال احنا ندري صلاة الظهر 8 ركع بعدها، أو العصر 8 ركع 16. قال يوم الجمعة تصلي 4 قبل صلاة الظهر، يعني قبل الأذان. ليش؟ شوف الالتفاتة الفقهية للفقيه. يقول إذا أقيمت صلاة الجمعة لكي لا تزاحم صلاة الجمعة للظهر. لأن أنت إذا صليت الجمعة بعد شلون تصلي النوافل؟ لأنه لا تصح الصلاة. يعني لما يؤذن يبدأ الخطيب، بعد أنت ما يصح تقيم صلاة مستحبة كذا. يعني بعضهم أنه بعض الأخوة ربما ما يلتفت أنه من يؤذن أو يصعد الخطيب هو يصلي مستحبة، يعني بابتداء الخطيب لا تصح الصلاة. المهم هاي مسألة يزاد على النوافل 16 4. هاي لا تصير شوية واحد يقرأها يقول هاي شلون كذا، النافلة هي وقت الظهر. فهاي 4 قبل الزوال. ليش؟ قال 4 ركعات قبل الزوال. أحكام النوافل تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.